بوجي وطمطم. فاكرين لما كنا نقعد قدام التلفزيون ونستنى ويطلع صوت يقول بوجي وطمطم؟ في اللحظة دي البيت كان يسكت خالص والخيال يبتدي يشتغل، شقاوة بوجي وطيبة طمطم وضحكة من القلب. الحقيقة إن كل حلقة فيها دروس نفسية عميقة حتى لو إحنا مش واخدين بالنا. شوفوا بوجي دايماً حساس بيحاول يفهم نفسه والعالم اللي حواليه، ولا طمطم شخصية عفوية مليانة طاقة أحياناً بتتصرف قبل ما بتفكر. وكل ده بيعلمنا حاجات مهمة عن التوازن بين المشاعر والتفكير. الحلقات اللي بيواجهوا فيها تحديات بسيطة سواء كانت صغيرة أو مواقف مضحكة بتورينا إزاي إحنا كبشر بنتعامل مع الإحباط، الخوف، حتى الغضب. بيفكرنا كمان إن الدعم اللي بنقدمه لبعض، الصداقة والصبر، هم اللي بيخلوا المواقف الصعبة أخف وأسهل على النفس. حتى التفاصيل الصغيرة، بوجي اللي بيتردد أحياناً وطمطم اللي بتحب المغامرة، كل شخصية فيها درس إزاي نتعامل مع المشاعر المختلفة وإزاي نقدر نتخطى صعوباتنا اليومية بابتسامة وروح مرحة. بوجي وطمطم مش بس للأطفال، هم كمان مرآة للمشاعر الإنسانية، الصبر، التحكم في النفس، والأهمية الصداقة والدعم المتبادل. لما نفهم ده بنقدر ناخد من كل موقف درس، نتعلم نواجه تحدياتنا اليومية بوعي، خفة دم، مرونة نفسية أكبر. بوجي وطمطم مش كرتون وخلاص، ده جزء من طفولتنا، ذكريات رمضان اللي لسه عايشة جوانا، وبنستنى كل سنة نرجع أطفال تاني مع بوجي وطمطم.